أهلا، صباح الخير. صباح الخير، صباح النور، صباح الورود، صباح الجمال. اليوم قررت أن أشارك معكم الروتيني الصباحي في رمضان. أنا أول شيء عندما أستيقظ من النوم أولا أصلي، أقرأ القرآن، ثم أتصحر، ثم عند الصباح أرى الشمس مشرقة أقرأ هذه الأدعية. كل صباح عندما أستيقظ من فراشي أتخيل صباح جميل، وأتخيل يوم يكون رائع جميل مليء بالهدوء والسكون، وأعمل كل واجباتي. أتخيل كل هذا وأنوي، أقول سبحان الله النافع أنفع وأستنفع. أقول سبحان الله النافع أستنفع وأنفع الآخرين، يعني في عمل البيت. مثلا أنظف لأولادي، أستنفع مكان نظيف، وأولادي يبقون في مكان نظيف أيضا، أنفع وأستنفع. وأقول كذلك سبحان الله النور، يعني كل يوم يملأ النور نهاري بالنور، يملأ جسمي بالنور، وأعمل كل أعمالي تكون نورانية صالحة في هذه الدنيا. سبحان الله التواب، كل أخطائي أطلب التوبة والمغفرة من الله. إذا غضبت يعني أستغفر، أو أي عملت أي شيء أستغفر ولن أرجع، يعني إذا وسبحان الله الرحيم. هذا أقوى، يعني أنا أحب هذا كثيرا جدا. عندما أقول سبحان الله الرحيم أطلب من الله الرحمة أولا من شيء، ثم أطلب والله أن أكون رحيمة مع نفسي ومع أولادي، مع العائلة، مع زوجي، مع الآخرين. يعني أطلب هذا من الله سبحانه وتعالى. ثم أسبح، وهذه هي التسبيحات الأخيرة، يعني عند النوم، عند الخروج، عند أي شيء. عندما أقول سبحان الله الحي القيوم عندما أذهب إلى فراشي في النوم في المساء، أطلب من الله أن يحييني، أطلب أن أسلم روحي إليه، أن أتكلم يعني مع الله كل شيء. وعند خروجي إلى الخارج أو نزهة أو تقولون عند الخروج سبحان الله البديع السماوات، يعني تتأملون في خلق الله، تتأملون في الأشياء التي قدمها الله تعالى. ثم أقول سبحان الله المعطي، يعني عندما تشترون شيء أو يعطون لكم أحد شيء، أو تستقبلون أي شيء من الخارج أو تشترونه، هذا من رزق الله. أقول دائما سبحان الله المعطي أو سبحان الله الرزاق، يعني كل شيء الله هو رزقني. ثم أبدأ يومي، أعمل روتيناتي، وعند انتهاء أقرأ القرآن، أصلي، ثم أعد للعشاء المغرب، ثم أصلي وأقرأ القرآن وأجلس مع أولادي قليلا، ثم أذهب إلى النوم. هذا روتيني في رمضان. انتهاء من كل هذا نظفت يعني كوزينة تاعي في الليل، ولكن أولادي عندما يستيقظون لازم يشربوا شوية تاع الحليب. هذه ابنتي. شو علي أشوف الحليب وقال شوف طبيعي. وحدة تشرب الحليب. شو علي أنا أشرب الحليب. طبيعي. يا أولاد اشربوا الحليب.